عليكم ورحمة الله وبركاته في أول حلقة من كورس ال 3ds Max. مش عايز أطول عليكم في مدة الحلقات بتاعتي بحيث ما تزهقوش. عايز كل حلقة لا تتجاوز ال5 دقايق ل10 دقايق بالكتير جدا لو في معلومات مهمة قوي، بحيث إن احنا نقدر ناخد أكبر استفادة في أقل وقت وما تزهقش معايا. كوبايتك الجميلة من القهوة أو من الشاي أو أي مشروب أنت بتحبه، ويلا بينا نبدأ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. معانا في بداية البرنامج هنا، أول ما نفتح البرنامج كده الواجهة بتاعته طبعا هتشوفها هتتخض في حاجات كتير. يا نهار أبيض، إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ هقول لك واحدة واحدة، ما تتخضش ما تقلقش، هتفهم كل حاجة. طيب، عندنا على الجزء الشمال سريعا كده قائمة الريندر بتاعي، سواء فيري أو كورونا أو أي ريندر انجن تاني أنت بتستخدمه. عندنا فوق قائمة التولز، الموف، الروتيت، السكيل، الحاجات اللي بعمل لها ميرور. كل ده هنفهمه مع بعض واحدة واحدة أثناء الشغل. عندنا القائمة اللي على اليمين هنا اللي بقدر أعمل منها كرييت، أقدر أنشئ عنصر جديد، أوبجكت جديد من قائمة كرييت. هنا عندي الأشكال ال 3D بوكس، سفير، كلندر، تيبود، كون. عندي الأشكال ال 2D الريكتانجلر، اللاين، السيركل، الارك. عندي اللايت، عندي الكاميرا، وهكذا. زي ما قلت لكم كل ده هنفهمه واحدة واحدة. في النص عندي 4 شاشات متقسمة زي ما انتم شايفين لبرسبكتيف، فرونت، توب، ليفت. طيب، لو ضغطت هنا طبعا بحدد الجزء اللي انا عايز اشتغل فيه عن طريق الكليك، بضغط كليك شمال. طيب، عشان اكبر الشاشة بضغط Alt W، كبرت الشاشة. Alt W تاني اصغر الشاشة. طيب، وهكذا Alt W، Alt W، Alt W. طيب، عشان ما نطولش في الموضوع ده، انا بحب اشتغل دايما في شاشة واحدة، واقدر ان انا اتحرك فيها عن طريق ال الاختصارات. تي مثلا لو انا عايز اشوف من التوب، الليفت لو انا عايز من الليفت، البي لو عايز من البوتوم، البي برجع للبرسبكتيف تاني. طيب، ازاي بقدر اشتغل في ال 3 دي ماكس؟ هنبتدي زي ما قلنا من قائمة كرييت، بجيب الجيومتري اللي هو ال 3 دي او ال 2 دي لو انا عايز. خلينا نبتدي مثلا بال 3 دي. هرسم بوكس. طيب، برسم بوكس ازاي؟ بقدر ان انا اضغط في اي حتة، وانا ضاغط كليك شمال بتحرك، بعدين اسيب واطلع لفوق او انزل لتحت. كده انا عملت شكل. طيب، بتحرك ازاي جوه 3 دي ماكس؟ عندك بالنسبه ارجع لورا، زوم ان زوم اوت من السكرو بتاع الماوس. اقدر بالالت والسكرو برضو اتحرك يمين وشمال وفوق وتحت زي ما انتم شايفين. لو ضغطت سكرو بس بتحرك كده. طيب، رسمت بوكس، اقدر ارسم كون. ايه الكون ده مثلا؟ اهو برضو بضغط كليك شمال وافضل ساحب واسيب، واقدر اتحرك زي ما انا عايز فوق وتحت. بعد ما سبت اتحركت فوق، بيجي معايا اقدر اقفله افتحه. طيب، عندنا السفير برضو بضغط وافضل ساحب واسيب، كليك كمان. خلاص خلصت. عندي السلندر، اقدر كده اطلع لفوق او لتحت زي ما انا عايز. عندي التيوب اهو. عندي التورس اقدر ارسم. عندي بيراميدز. طبعا انت لازم تقعد تجرب في الاشكال كده عشان تعرف تتحكم اكتر في البرنامج، تتحرك ازاي، تعمل اشكال ازاي. عندي الاشكال ال 2 دي اقدر ارسم لاين زي ما انتم شايفين، ولما بجيب عند اول نقطة بعمل لي كلوز سبلاين. طيب، اقدر ارسم لاين ولو ضغطت شيفت بيجيبهولي مستقيم، بيبقى الشكل مستقيم معايا. تمام، بجيب عند اول نقطة بعمل كلوز سبلاين. اقدر ارسم ريكتانجلر، اقدر ارسم سيركل، اقدر ارسم ارش زي ما انا عايز. اقدر ارسم ستار اتحكم فيها. لازم تبدأ تجرب الاشكال دي، لازم تبدأ تجرب واحدة واحدة عشان تقدر تفهم. فيلا بينا ابتدي جرب الجيومتري، ابتدي جرب ال 2 دي. ده اللي انا محتاجه منك النهاردة، انك تتعلم ازاي تحط الاشكال، ازاي تحط ال 2 دي. تمام. اخر حاجه قبل ما نقفل الحلقه بتاعتنا، لازم تبقى فاهم انت دلوقتي مش شغال بيونت، انت شغال بالحب زي ما بيقولوا. طيب، انا عايز اشتغل بيونت. حلو. هجيب مثلا الجزء الفاضي اللي هنا في الجيومتري، البوكس. انا رسمت بوكس زي ما انت شايف، طوله كام، عرضه كام، ارتفاعه كام، انت ما تعرفش. طيب، هنيجي هنا في قائمة الموديفاير، هتلاقي اللي جنب كريت على طول ده بيجيب لك الموديفاير اللي انت ضغطت عليه. يعني لو ضغطت هنا هيجيب لك الموديفاير بتاعه اللي هي الخصائص بتاعته.
خلينا في البوكس اللي احنا عملناه. هتلاقي الطول، العرض، الارتفاع، السيجمنت. ايه السيجمنت دي؟ انت لو ضغطت معايا على F3 هتبدأ تشوفه شفاف، F3 تاني هترجعه، الF4 هتبدأ تشوف السيجمنت. ايه السيجمنت دي؟ اللي هي التقسيمات اللي البوكس او الشكل ده او الشكل ده مهما كان اللي انت اخترته. فدلوقتي لو عملنا السيجمنت هنا، شوف بنزود في العرض، بنزود في الهايت، بنزود. دي السيجمنت باختصار. تمام. طيب كده احنا عرفنا الطول، العرض، الارتفاع. هنا السيجمنت اللي هو بقسم البوكس بتاعي لكذا شكل. هنا برضو اقدر الراديوس ان انا اكبر اصغر، احط الراديوس اللي انا عايزه متر مثلا. تمام. السيجمنت اللي هي التقسيمات بتاعته بزودها. طبعا كل ما ازود السيجمنت كل ما الشكل بيكون سموز اكتر. تمام. هنا اقدر مثلا السلايس، اقدر ان انا اتحكم في السلايس بتاعي، عايز الشكل عامل ازاي. اقدر سلايس فروم تو، يعني مثلا عايز اخليه من الصفر اخليه لحد 45 درجة مثلا، فاقدر اتحكم في السلايس اللي انا عايزه كام. تمام. لازم تبتدي تجرب الحاجات دي كلها. هتشوف الموديفاير زي ما قلت لك، كل طبعا ليه موديفاير مختلفة. اقدر اتحكم في الراديوس، اقدر الراديوس التاني ده الارتفاع بتاعه، السيجمنت برضو. فكل شكل طبعا زي ما قلت لك كل ما بتزود السيجمنت كل ما يكون الشكل سموز اكتر. فبرضو كذلك في ال 2 دي عندي قائمة اللينس، طول، العرض، الكورنر راديوس. بص معايا كده، لو زودنا الراديوس مثلا 10 هنا، كبير قوي 10، خليه 1 متر مثلا. لا كبير برضو، 0.05 مثلا. زي ما انت شايف بقدر اكبر واصغر الراديوس بتاعي. طيب الوحدة اللي انا شغال بيها ايه؟ المتر. طيب انا عايز اغيره من قائمة كاستمايز هنا، بضغط كاستمايز. مش عايز كاستمايز، ايوه في يا عم مالك، كاستمايز يونت سيت اب. بلاقي النظام اللي انا شغال بيه المتر. اقدر اخليه ملي، اقدر اخليه سنتي، اقدر اخليه كيلو. احنا مش داخلين بلد يعني. فبالمتر. والسيستم يونت سيت اب برضو بخليها بالمتر. اوكي. اوكي. الوحده عندي بالمتر. تمام. اقدر اخليه بالسنتي على حسب المشروع اللي انا شغاله. فده اللي انا محتاجه منك النهارده. تبدأ تشتغل على ال 3D وال 2D، تبدأ تجرب الموديفايرز بتاعها، تبدأ تعمل طول، تعمل عرض، تجرب الأشكال. وكده نكون هنا أول حلقة من كورس 3D Max هنبتدي فيه. طبعا ما تستعجلش، ما تقولش انت ايه كل دول، واحدة واحدة بنطبق، واحدة واحدة. عايزك النهاردة تعود ايدك على الحركة داخل البرنامج، ايه هي الموديفايرز الاوبجكت المختلفة سواء 3D او 2D. عندك هنا حاجات تانية برضو لو جيت خدت بالك. هتقولي انت ليه ما شرحتش كل ده؟ بص انا مش هشرح كل حاجة، مش هشرح كل حاجة في 3 دي ماكس. انا عايزك انت تبص وتجرب. ان حد يقول لك يديك المعلقة في بقك فانت مش هتستفاد. انا عايزك اول حاجة انت جربت الستاندرد، جرب البوكس. تمام. جرب بيجي ازاي، جرب الكون، جرب بعد ما تخلص الستاندرد خش مثلا على اكسنت بيرميتد. هتبص كده هتلاقي في حاجات تانية بتطلع، الهيدرا دي مثلا. هتلاقي ال اكزيست. ايه ال اكزيست ده؟ تعمل كده، الله الله ده بيطلع، ايه ده فيه حاجات غريبة، فيها ليه موديفايرز تانية اهي. بص بص. خلصت ريكسنت خش مثلا على الدورز هتلاقي فيه ابواب بيفوت. هتلاقي ايه ده يعني، فاهم؟ في حاجات غريبة بتحصل جوه البرنامج. برضو ليه ارتفاع، ليه ويتس، ليه هايت، ليه ديبس. فاهم؟ دبل ايه ده دبل دور. ايه ده اللي جوه، ده اللي بره. تمام. انا عايزك تجرب كل ال 3D object وكل ال 2D object. ده اللي انت هتعمله النهارده. اتمنى تكون حلقه مفيده. واخر كلمه هقولها لك، محدش هيديك معلقه ده في بقك، لازم انت تاخد المعلومه بنفسك، لازم تجرب. انا بديك بدايه الطريق، انت اللي هتقدر تكمل للاخر. وشكرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد.